الجيريان دمي حار وما نوليش اللور. قلنا بنهاية جيل هذا أكيد، وكان لازمنا نحضروا المواعيد المقبلة بلاعبين جدد من مستوى عالي، لاج حابط نقدروا نبنيو عليهم على الأقل 6 7 سنوات. هذا الشيء اليوم شفناه في لا ديرنيير كونفوكاسيون، بدينا نشوفوا دي جوار دو موان دو 23 زون اللي راهم في فورما مليحة، تكوين يعني ممتاز، راهم يلعبوا في انديه تاعهم براتيكمون تيتولار كالكوزان ديفو كيما اللاعب بوعناني اللي ماهوش بالك تيتولار انديسكوتابل، ولكن في النهايه النوعيه تغيرت بارابور ليكيب صافي ديجا 12 شهر. انا اعتقد انه اليوم الحجه تاع الملعب سقطت، الحجه تاع مستوى اللاعب سقطت، بقي على المدرب اليوم يعرف كيفاش يوظف هذا العناصر. بقات الفلسفه تاع اللعب اللي ما شفناهاش اليوم، وهذا مؤشر سلبي وخطير. هل اليوم هاد لا فيكتوار يعني لي 3 بوان نتوقفوا الى في الفوز ونتغاضوا على لا برودكسيون يعني اللي ما كاش، لاننا من لا كوب دافريك راح نصيبوا يعني منافسين اكثر قوه. اثنين، هل سيواصل جمال بالماضي يعتمد على الفرديات فقط؟ قلنا نفس الشيء، تمريرات عاليه، تغييرات في الميطون، 3 جوار ابارامون يعطيك الانطباع انه الى ايتي يعني تسيربي بلو تاع النيجر. 3 تغييرات عاود شومبولا كلش، تحس بلي رايح شويه لابانيك، وما ناش نشوفوا يعني هويه تاع منتخب في ارضيه الميدان. نقول لك بلايلي سيفري الى جو طالون كان وراء الهدف الاول، ولكن اللعب الفردي اللعب السلبي يعطيك الانطباع انه المدرب ما عندوش مميز، ما عندوش نظره جديده، ما عندوش استراتيجيه جديده. بنفس الطريقه نلعبوا كما قلت الشيخ، بنفس الطريقه لعبنا بال في السماء، حلول فرديه، واليوم ربحنا ديفيسيلمون مع فريق ضعيف. افون ما ربحناش مع فريق قوي دوميسيل. في السويد خسرنا، يعني ما سانسيرمون وي حنكاليفياو لا كوب دافريك، عندنا 9 بوان، المباريات اقل صعوبه من لا فاز فينال تاع لا كوب دافريك، ولكن ما كاش بوادر. حنا اليوم نقول بلي ما كاش بوادر، وعلى المدرب ايجاد الحلول، لانه كل الحجج اليوم اللي كان يتخبى موراها المدرب الوطني سقطت. بقي شيء واحد وهو لو سافوار فير تاع المدرب، واش يقدر يمد المدرب في لي سيتياسيون دورجونس، لا فيلوزوفي دو جو، لا استراتيجي، التغييرات تاع الخطط التكتيكيه على حساب الادفيرسير. هذا اكيد مانيش راضي على اداء المنتخب. المنتخب النيجر ماهوش يعني ريفيرونس في الفوتبول. سي فري المباريات ما نقدرش نقول كاين مباريات سهله واخرى صعبه، ولكن اعتقد انه ليكيب ناسيونال الجيريان المدرب ماهوش قادر يبني فريق بفلسفه لعب واضحه. لعبنا على الاطراف، كل مباراه لعبناها بالعرض، الكره تمشي بالعرض، نحوسوا على الحلول الفرديه. الشوط الثاني شفنا اتاك كونتر ديفونس، يعني ليكيب تاع النيجر حابين يديروها ماتش نيل. شفنا يعني دون ان سول كاري الماتش تلعب وما قدرناش نصيبوا حلول. المدرب قدامي ميم دوزيام بيت كي تشوف اللقطه لا باس اللي راحت للعرض بلوتو اون بروفوندور، جو بونس البوعناني هي اللي قدرنا نديروا بها دونجي. لو طالون تاع لي جوار بيان سور هو اللي دار لا ديفيرونس، ولكن رحنا للعب العقيم اكثر منه، يعني صناعه اللعب من الوراء امام منتخب ما راهوش قوي. سي فري نحتفظوا بالانتصار، ولكن نشوفوا لا بريمير ميطون لاعبين 3 جوار في لا ريكوبيراسيون، جو بونس 3 بوداوي بالنصر بالطالب، اون سول بال كسرت لك كل ليل، الخطوط كلها تكسرت. وصلنا لاعب راحوا فاس ماركا لو بيت، وسوزا لا ميم شوز افيك اون سول باس ils ont cassé les lignes
وكانوا قاعدين كان عندهم لو طالون نروحوا 2-0 في لاميطون. اليوم سي فري الانتصار بهذه الطريقه لي 3 بوان سي بيان بور لو مورال سيرتو كاين بوكو دو جوار جدد، ولكن لو بروبليم كي سبوز طريقه اللعب تاع المنتخب ماهيش تبشر بالخير، ماهيش تبشر، ما كاينش لا كاليتي في اللعب وما كاينش لومبرانت تاع المدرب سانسيرمون، ما كاينش لومبرانت تاع المدرب. ما ننساوش بلي رانا في تصفيات مع منتخب براتيمون بعيد بزاف في لو كلاسمون فيفا. تقول لي كل مباراه عندها خصوصيات، نقول لك نعم، ولكن هناك دائما مؤشرات على انك قادر عندك رايح في الطريق الصحيح او راك تربح وماكش تقلع. يستنانا 2024 اذا قعدنا بهذه الطريقه